7 دراري جزائريين سرقوا قارب وحرقوا حتى الإبيزا، فواقع خطيرة وقريبة تكون فيلم. 7 الدراري جزائريين أعمارهم ما بين 14 و 17 عام سرقوا قارب صغير من ميناء تامنفوست في العاصمة الجزائرية، وقرروا يغامروا به عبر البحر حتى يوصلوا لإسبانيا. الدراري ما كانوش عندهم لا خبرة في القيادة ولا تجهيزات سلامة، غير عمروا القارب بالليسانس في برميل وطلقوه في يد الله. الرحلة دامت قرابة 9 ساعات، والموتور وقف عليهم 5 المرات، وكل مرة كيتقاتلوا معاه باش يرجع يخدم ويكملوا طريقهم. المفاجأة الكبيرة أنهم وصلوا سالمين لجزيرة إيبيزا الإسبانية، وحتى صوروا الرحلة كاملة بالفيديو ونشروها. واحد منهم بانك يقول: اللي خرجنا من البلاد هي الميزيرية، ما كاينش مستقبل. القصة هزات مواقع التواصل وخلات بزاف د الناس يتفاعلوا معها، بين اللي تعاطف معاهم واللي تساءل كيفاش دراري قاصرين يغامروا بحياتهم بهذه الطريقة؟ فين كانوا الحراس والبحرية؟ واش الهروب هو الحل قدام الميزيرية والحرمان؟ الخلاصة: مغامرة 7 دراري جزائريين وسط البحر حتى الإبيزا ماشي غير حكاية عابرة، ولكن رسالة قوية على الواقع المر اللي كيعيشوه بزاف د الشباب، واللي كيدفعهم يغامروا بالموت على أمل يلقاو مستقبل أفضل.